السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر الدولي الجزائري ونجم نادي ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر من بين اللاعبين المرشحين لخلافة رياض محرز في قيادة المنتخب الوطني خلال الدورة الودية الدولية. وغاب قائد المنتخب الوطني رياض محرز عن قائمة المدرب بيتكوفيتش الخاصة بتربص مارس الحالي بسبب طلبه وإعفائه لمدة من أجل التفكير في مستقبله الدولي، الأمر الذي سيضطر المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لتعيين لاعب آخر مكانه في قيادة المنتخب الجزائري، حيث أن كل المعطيات تشير أن بن ناصر سيكون القائد. ومن بين الأمور التي ترشح بن ناصر لتولي قيادة المنتخب في الفترة الحالية هي الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مع المنتخب الوطني، وهو الذي خاض برفقته العديد من التجارب السابقة في الأدغال الإفريقية، وكان من بين مهندسي التتويج التاريخي بكأس الأمم الإفريقية بمصر عام 2019، بالإضافة إلى لعبه لمدة طويلة في المستوى العالي، حيث خاض 160 مباراة ضمن الدوري الإيطالي رفقة كل من نابولي وميلان، وسجل خلالهما 5 أهداف وأهدى 9 تمريرات حاسمة. أما من ناحية المنتخب الجزائري فقد حمل صاحب 24 عاما قميصه خلال 48 مباراة خلال السنوات 8 الأخيرة، أسهم خلالها في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. كما يملك نجم ميلان علاقة مميزة مع باقي زملائه في المنتخب، حيث أنه منذ انضمامه عام 2016 لم يتسبب في أي مشكلة مع زملاء أو مدربيه، مما جعله محبوبا من قبل باقي اللاعبين وأيضا الجماهير وكذا مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وفي نفس الوقت يعد متوسط ميدان أرسنال السابق من بين النماذج الممتازة للاعبين الشباب في المنتخب الوطني الذين رسموا طريقهم نحو النجومية، حيث سيكون أحسن قدوة للوافدين الجدد الذين يتواجدون في سن يافعة، وبإمكانه تقديم المساعدة لهم والتسهيل من عملية اندماجهم في المجموعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.